وعليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم خوتي. في خصوص الصحراء الغربية، شوف هذا ريان المغربي الحر الأصيل، صح، اللي ما يطبعش مع الكيان المغربي. شوف أنا شفت ديما يخلعكم هذا. ثاني بعد الدومير، ريان ودومير راهم دايرين حالة. تفرجوا هذا الفيديو واعطوني بالخبر. تفضل. مجرد ان محمد دومير كاين في نيويورك، يعني في اللجنه الرابعه، هذه راها مصيبه. ثانيا، الكلام ديالو كان يحرق اكثر من الوثائق. ثالثا، باقي ما تعطاوش الوثائق، باقي غير كيهضر، غير مجرد كلام يؤلم، غير مجرد انه انطق، يعني غير هضر الكارثه ناضت. جلد. السلام عليكم، أنا محمد دومير، وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها. فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية. أيوة. الشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا. الله. ودعونا نرجع إلى العام 1956. لم يوقع وزير الخارجية المغربي أحمد بن فرج نيابة على الملك محمد الخامس آنذاك معاهدة 28 ماي التي تعترف بحدود المغرب دون أي اعتراض أو تحفظ. أين الدبلوماسية المغربية فيما يخص الالتزام بالعهود؟ ونوسع دائرة التحقيق التاريخي ونطرح السؤال نفسه، نطرح هذه المرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى كل الدول الحاضرة. هل بلغكم أي اعتراض مغربي أو تحفظ عن حدوده أو مطالبة بالصحراء حين نال استقلاله وانخرط في المجتمع الدولي في 56، أم أنها فكرة بانت له بين عشية وضحاها؟ سيدات والسادة، الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح. فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش، وهي متاحة لكم جميعا، تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادي نون مستقلة تماما عن المغرب. وقد تكرر هذا الخطاب ليس لسنوات بل لقرون.